قررنا ساعتها انا واحمد وانا احمد حسن واسراء وكده كلنا يعني ان احنا نيجي نقضي مع بعض هنا 5 أو 4 شهور سياحه، وبعد كده نرجع مع بعض. احنا لما جينا اول يوم للاسف احمد حسن تاني يوم خد بعضه ونزل. يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير والجو عندكم بخير والصحه بخير واهلكم بخير، لان احنا عندنا الجو هنا الصبح صيف بالليل شتاء، بالليل صيف الصبح شتاء. يا رب تكونوا كويسين، احنا الحمد لله كويسين. حابب بس النهارده قبل ما اخلي اسراء تتكلم اقول لكم على كذا حاجه مهمه قوي. اول حاجه احنا الحمد لله استقرينا وقعدنا في شقه الحمد لله وخلاص الموضوع بقى زي الفل بالنسبه لنا. اتنين، احنا خدنا 10 او 11 يوم على ما لقينا شقه، وده هنا في نيويورك عامه بتبقى نادرا جدا لما تحصل مع حد، لان هنا الشقق صعبه جدا. تالت حاجه الحمد لله فريده دخلت المدرسه، ودي برضو حاجه كانت الحمد لله من ضمن كرم ربنا علينا. شكرا 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 استاذ طارق وشيرين حبايب قلبي ومريم طبعا على تعبها معانا. الناس دي ال10 ايام دول حرفيا ما سابوناش، لا معنويا ولا نفسيا ولا جسديا ولا حتى ابسط الامور، الحاجات اللي كنا ممكن نشتريها. الناس دي عملت حاجات كتير جدا كويسه معانا بجد، انا مش عارف اشكركم قد ايه وربنا يخليكم لينا. احنا يعني حبينا نطلع نرد على الاسئله اللي بتجيلنا، حته انتوا جيتوا امريكا ليه؟ سبتوا مصر ولا ايه؟ انتوا قاعدين هناك ليه؟ انتوا مش مع احمد حسن وزينب ليه؟ نجمع كل ده في فيديو ونرد عليكم. خليني اقول لكم على اول سؤال سالنا، وهو انتوا سبتوا مصر نهائي ولا لا؟ وده اكتر سؤال اصلا الناس بتخش تساله لنا. طب يا جدعان احنا ازاي سيبنا مصر نهائي؟ احنا مبدئيا كده معانا تاشيره سياحه لامريكا 6 شهور، تمام؟ احنا كنت انا الاول جيت امريكا السنه اللي فاتت لو انتوا فاكرين، والسنه دي قدمت الاسراء والفريده ومحمد، وبالفعل جم معايا تاشيره امريكا الحمد لله، يعني قبلوا وقدمنا سياحه والحمد لله هم قبلوا، تمام؟ فقررنا ساعتها انا واحمد وانا احمد حسن واسراء وكده كلنا يعني ان احنا نيجي نقضي مع بعض هنا 5 أو 4 شهور سياحه، وبعد كده نرجع مع بعض. احنا لما جينا اول يوم للاسف احمد حسن تاني يوم خد بعضه ونزل، لان كان عنده ظرف هناك في بيته، فانا ما اقدرش اتكلم معاه في اي حاجه، لان في الحالتين هو ليه بيت وانا ليا بيت، وهو كان عنده ظرف، فانا طبعا لازم يعني احترم قراره واحترم ظرفه واقدر ظرفه اللي عنده، وخد بعضه ونزل. فدي كانت اول اصلا حاجه حصلت معانا هنا، ان هو للاسف كان عنده ظرف وما كانش ينفع ما ينزلش، لان هو كان مضطر فعلا ينزل. والمفروض ان هو كنا هناخد الشقه بتاعته اللي كان قاعد فيها، بس صاحب البيت طبعا تنشن جدا ان هو لا ما ينفعش حد يكمل مكان حد، فلا معلش اسفين الشقه مش تبقى موجوده، واحنا كنا جايين عندنا امل ان احنا نقعد فيها. فدي كان اول دروب حصل لنا ان الشقه ما ينفعش نقعد فيها. في خلال بقى ال10 ايام دول قعدنا في اوتيلات وقعدنا نظبط، ودخلنا فريد المدرسه وخلصنا الورق بتاعها، وبعد كده يعني الاوتيل كان غالي شويه اللي احنا قعدنا فيه اول مره، وبعد كده خدنا بعض رحنا الاوتيل تاني قعدنا فيه حوالي 3 ايام. هو كان ابعد شويه عن المدرسه بنص ساعه، بس كان اقل مصاريف شويه من الاوتيل الاولاني. الاوتيل الاولاني كان عالي جدا في اليوم، فطبعا ده عشان ما بيبقاش انا ريسك عليا وفي نفس الوقت ان انا برمي فلوس وخلاص، فدورنا بصراحه على اوتيل تاني يكون في مكان ابعد ويكون احسن، وفي نفس الوقت يكون ارخص شويه في السعر. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، اي طفل هنا قاعد في البلد ما ينفعش يكون ما بيتعلمش. اي طفل موجود يعني احنا لو ما وديناهاش المدرسه احنا اكيد هنتعاقب، تمام؟ يعني ده اللي احنا اتقال لنا واللي احنا عرفناه اصلا، ان اي حد هنا في امريكا لازم لو معاه اطفال، حتى لو انت جاي سياحه، لازم تقدم لعيالك في المدرسه، ما ينفعش يقعدوا وفي يعني وقت دراسي شغال وهم ما يخشوش مدارس. لو حد عرف تتحبس بالظبط، لازم يتعلم لا محاله. انت جاي سياحه، انت جاي فتره قد ايه، لازم تكمل عادي جدا. طيب كده احنا قلنا لكم احنا جينا ازاي، وفي نفس الوقت احنا قعدنا فين، وتالت حاجه عشان السؤال ده كان بيتكرر كتير، احمد حسن وزينب مش معاكم ليه وسايبينكم ليه ومش عارف ايه. اكيد هم لو معانا مش هيسيبونا بالشكل اللي احنا كنا فيه ده، وفي نفس الوقت احنا الحمد لله كنا كويسين جدا. احنا بس هي فتره الدخله الاولانيه، انما كان معانا برضو استاذ طارق وشيرين بجد مش هنديكم حقكم بقى، خلاص كفايه كلام عليكم، لان الكلام اللي هيتقال مش هيوفيكم حقكم بصراحه. لا خالص. يعني رابع نقطه او خامس نقطه على ما افتكر، يعني حته انتوا بقى لقيتوا سكن فين وناويين تعملوا ايه؟ احنا لقينا سكن الحمد لله هنا في ستاتن ايلاند، الحمد لله السكن كويس جدا، البيت اللي احنا قاعدين فيه ده بيت كويس جدا الحمد لله. الموضوع بقى اللي يعني في ناس بتسال كمان كتير على موضوع الاسعار عندكم غاليه ولا مش غاليه؟ الاسعار يا جماعه غاليه، يعني بس الاسعار احنا ممكن نعمل لهم غالية. فيديو
احنا كده كده هننزل نعمل لهم فيديو عن نعمل لهم المشتريات اللي احنا بنجيبها وقد ايه ممكن دخل الفرد بياخد قد ايه وقدامه المصاريف بتبقى قد ايه. ده الطلب مننا اصلا كتير جدا بس هي كمان الاسعار هنا، لا الاسعار مش رخيصه خالص، يعني اللي فاكر الاسعار يجي هنا الاسعار رخيصه، الاسعار مش رخيصه، بس هي مقارنه بالبلد انت هنا بتقبض مثلا غالي، يعني بتقبض مثلا في الساعه على ما اعتقد يعني 15 او 11 او 10 دولار في الساعه، مقابلها مقابلها السلع برضو بتبقى غاليه، يعني في نسبه وتناسب يا جماعه من الاخر. بالظبط. لو رحت مثلا مكان تاني فيه الاسعار رخيصه هتلاقي الايجار رخيص. نعم يا ميدو. تلعبوا فين؟ احنا هنروح نلعب بره في حته تانيه بس مش دلوقتي. طب عادي ممكن تخليهم ينزلوا يلعبوا هنا بالكوره في الشجر هنا في الزرع عشان مش حاجه تقرصكم. فهي يا جماعه نسبه وتناسب، في اماكن اسعارها رخيصه جدا وتلاقي المرتبات قليله جدا، فهي في عمليه بالانس بين الناحيتين. بالظبط. تمام. ايه تاني ممكن واحنا عشان في ناس كتير بتقول ايه طب انتوا ليه قاعدين في نيويورك ولايه تانية عشان نيويورك غاليه والكلام دوت، بس يا جماعه بصراحه يعني احنا ارتحنا هنا. او هنا يا جماعه بص هقول لك انا اشرحها لهم انا فاكر عايز تقول ايه. من الاخر اللي عاش في القاهره مش هيعرف يعيش غير هنا. بالظبط عشان الدنيا والزحمه. اللي عاش في القاهره عندنا هناك مش هيعرف يعيش غير هنا حرفيا. حرفيا نيويورك من افضل المدن اللي موجوده في امريكا حرفيا. انا ده وجهه نظري، ويعني خبره الاماكن اللي انا يعني شفتها والناس اللي سمعتها والاجواء حتى اللي موجوده أيوة هنا فعلا. الجو بقى صعب قوي. المطره بره نطرت. طب ما هنا احسن اهو برضه. اسفين بقى يا جماعه دخلنا جوه عشان المطره بره مبهدله الدنيا. ايه تاني كان بيتسلينا يا اسراء؟ كان في ناس كتير جدا بتقول ان الولايه زحمه ولا هاديه ولا ايه. بصوا يا جماعه الناس بتفضل لغايه الساعه 6 في المدارس وفي الجامعات وفي الشغل وكده، من بعد الساعه 6 البلد حرفيا بتبقى فاضيه. ليه بقى؟ لان الناس هتفضل هتاكل مثلا وبعد كده تنام علشان تصحى الساعه 5 الصبح. البلد حرفيا بتصحى من الساعه 5، يعني الناس كلها بتبقى في الشارع من الساعه 5 من بدايه ما النهار بيشقشق الناس بتبتدي تنزل شغلها ومدارسها والجامعات وكده. فكده البلد بتيجي على الساعه 6 وتبقى هاديه تماما. يعني احنا لما بنخرج بالليل الساعه 10 دي عندنا مثلا بتبقى الدنيا زحمه شويه، لا الساعه 10 هنا ما بيبقاش في حد ماشي في الشارع لان عندهم شغل الصبح ومدارس. هو فعلا يا جماعه زي ما انتم سمعتوا كده ان البلد فعلا من 6 المغرب يعتبر هنا البلد بتفضى حرفيا، ما فيهاش بني ادم، لان بيبقى زي ما اسراء قالت لكم الناس بتصحى على شغلها الساعه 5 الصبح لحد الساعه 2 3 4 العصر شغالين، فبيجوا طبعا بيريحوا ويناموا. بس الويك اند هنا مقدس بالنسبه لهم، في زحمه موت، الشوارع بتبقى زحمه، الاماكن بتبقى زحمه. الويك اند بقى عندنا ايه بقى هنا؟ سبت وحد مش جمعه. يعني الناس اللي بتسال هنا الويك اند خميس وجمعه، لا احنا الويك اند هنا جمعه وسبت. طيب لا سبت وحد. سبت وحد. الحاجه الثانيه بقى انتوا هتقعدوا قد ايه؟ احنا يا جماعه كنا جايين هنا هدفنا ان احنا نقعد الكام شهر اللي هم السياحه اللي احنا قاعدين فيهم دول، فهم دول اللي احنا جايين نرستق فيهم. امورنا احنا اوريدي الفيزا 6 شهور، فانت معاك تقعد من شهر ل6 شهور. انتوا فاهمين الفكره؟ ايوه. اخر حاجه بقى ازاي قادره تتغلبي، ده اتسال لنا كتير، على البعد عن الاهل. يا جماعه اصل يعني ده ظرف وانا اتحطيت فيه. يعني اكيد هنقدر ان احنا نقاوم، لازم نقدر ان احنا نقاوم ونعدي ونهون على بعض علشان ما يبقاش فيه ايه يعني اللي هو اصل انا لو لازم نهون على بعض من الاخر. انا لو ما تملكتش يعني انا لو ما تغلبتش على الموقف هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لي. لو انت بسم الله ما شاء الله اصلا متمالكه الموقف فعلا، انت بسم الله ما شاء الله عليكي متمالكه. ده انا وكتاب الله ممكن اقوم من النوم الاقيها بتعيط، او اخرج من الحمام الاقيها بتعيط، تشوف ستوري لاختها واخواتها اصلا يعشقوا الكآبه زيها بالظبط، اقسم بالله يعني عيله كئيبه حرفيا. طب هنعمل ايه غصب عننا يا جماعه؟ اي حد اصلا في لا انا مقدر، انا والله العظيم مقدر، انا بهزر، انا مقدر طبعا ده جدا، وعارف ان البعد اصلا عن الاهل يعني لا يقدر بثمن، بس يعني احنا كلنا عايشين في الدنيا عشان نحارب، فاهمين الفكره؟ عشان خاطر اولادنا يعني. ايه تاني كان بيتسال لنا؟ حوار بقى عمليه ايه اكرام اللي انت هتعملها. بصوا يا جماعه انا عندي غضروف، حلو الكلام، غضروف وديسكين، بقالي فتره كبيره جدا كنت بعالجهم علاج طبيعي، فالموضوع ما كانش جايب معايا نتيجه. ففي حد صاحبي نصحني، اكرامي تعالى هنا، دكتور صاحبي يعني، تعالى هنا انا هكشف عليك ونبص على الدنيا اللي موجوده، واحاول ان انا اعمل معاك خطوات لو ما تمتش بالشكل اللي احنا عايزينه ممكن نعمل عمليه. هو صاحبي جدا وانا حد يعني واثق فيه جدا لدرجه كبيره، فقلت ايه المشكله، يلا نجرب، ادينا بنتفسح، وفي نفس الوقت الكام يوم اللي انا قاعدهم دول اروح اكشف فيهم واشوف ظهري واشوف الدنيا فيها ايه، ولو تمت هعمل العمليه، ما تمتش خلاص يعني مش هنعملها ان شاء الله وخلاص.
بس فاحنا بنحاول وبنسعى وبس، هو ده كل الحدوته وكل القصه إحنا أصلاً اللي عشان- حبينا نشارككم فيها ونقول لكم احنا بنعمل ايه وعايشين ليه وايه الدنيا عندنا، وبنطمنكم علينا وبنشكركم جدا طبعا على دعمكم اللي موجود معانا والكومنتات. انا كمل الكومنتات اللي بقراها كل يوم من الناس اللي بتقول لنا روح مثلا هاتوا حاجات من هنا، الناس اللي مشاركانا، الناس اللي بتخش في على ناس الانستجرام اقسم بالله تكلمنا. على الانستجرام دخلت تكلمنا وما تعرفناش، يمكن اول مره كانت تشوفنا. فعلا. احنا خايفين عليكم، انتوا كويسين ولا لا؟ ايوه بالظبط والله. انتوا الدنيا عندكم ايه؟ محتاجين اي حاجه؟ محتاجين مساعده؟ محتاجين شغل؟ محتاجين اي شيء؟ والله ولو ما العظيم ردناش والله يا جماعه بيقعدوا يتصلوا بينا. لا ناس عشان محترمه. يكلمونا. فهي دي بقى المصريين الجدعان، ومش مصريين بس والله العظيم، في ناس بيكلمونا من سوريا تونس ومن ومن ليبيا تونس. ومن سوريا ومن اي مكان من كل الدول العربيه والمغاربه والناس دي كلها. الناس من كل حته بيكلمونا، وهي دي الشهامه العربيه اللي احنا عارفينها يعني. بالظبط. العرب دول اللي هم دول الشهامه اللي مش هتلاقيها في اي حته ثانيه. المصريين فاحنا حبينا نطمنكم علينا وبنشكركم، واستنوا بقى فيديوهات كل يوم. عايزينكم بس تدعمونا ان انتوا كل يوم تعلوا اللايكات. أيوة. كل يوم تتفرجوا على الفيديوهات تكتبوا- اللي مش فاعل الجرس تفعلوه. تكتبوا كومنتات كتير عشان نقراها ونرد عليكم ان شاء الله. يعني احنا والله يا جماعه بنفرح جدا بالكومنتات بتاعتكم، فعايزين كومنتات كتير بقى. خربوا الدنيا اخربوا الدنيا. بس ده اللي قوله لكم. يا رب تكونوا فدناكم واستمتعتم معانا، وشكرا ليكم، وهتوحشونا واستنونا في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. استنى عايزه اقول حاجه قبل ما تختم. احنا قلنا ان انت يعني كل الناس اللي هتدخل تكتب في الكومنتات كومنتات كتير، يعني شخص مثلا هيكتب كومنتات كتير هنقعد من الخميس للخميس بنتابع علشان نكسبهم ال 500 جنيه اللي احنا اتفقنا عليه. يعني دي مسابقه يا جماعه اسراء عاملاها على اكتر شخص بيعمل كومنتات على كل فيديو من يوم السبت ليوم الخميس. هنختار واحد ويكسب 500 جنيه. يا رب نكون قدرنا نعمل حاجه معاكم. فريده عايز تسلم عليكم، حاسه ان هي مفتقده. ثانية واحدة، عايز تقول ايه؟ في زرار أحمر تحت، دوسوا عليه حولوا له رصاصي. طيب انا قلت حاجه مهمه بس مش مشكله، هي طبعا حاجه مهمه يعني. تمام، يلا توحشونا جدا والسلام عليكم.